بالمناسبه معلش تسمح لي نص دقيقه. انتوا عارفين حضراتكم مثال الانسان المصري يعمل نفسه كده اختبار ذكاء دلوقتي. مستوى الذكاء ده ممكن يتصنف في اي تصنيف بالنسبه لدول العالم. لقيت مره كده دراسه معموله عاملاها الامم المتحده. دي النقطه بحب اديها رساله للجماعه الخير. حبيت اعرف احنا حطينا في المجموعه المتقدمه لان المجموعه اللي فوق 100 بقيتهم حطينا زي المجموعه ده حوالي 17 18 واحنا الوحيدين اللي قدامنا في ملحوظه. لقيتهم بقى كاتبين في الملحوظه دي ايه؟ قال لك الذكاء المصري عالي جدا وكان من الممكن ان نضعه في موقع متقدم، ولكن اضطررنا ان نضعه في نهايه المجموعه الف المتميزه دي نتيجه ان الذكاء فردي غير موجه لصالح المجموعه. ودي في النقطه دي بعتبرها رساله مهمه قوي، كيف نستطيع ان نوظف هذا الذكاء لخدمه المجتمع وتطوير المجتمع والانطلاق بمصر ان شاء الله الى مستقبل افضل. كأني ماشي على كوبري قصر النيل. يعني شوف اقدر اقول لك لو انا بتخيل دايما بسأل نفسي ايه اخر منظر هشوفه وانا بفارق هذا العالم. انا بعتقد هو المنظر ده. ليه؟ منظر العالم المصري مرفوع على خط بارليف. ده عالم ما اترفعش في احتفال، ده اترفع بالقتال. כשאני רואה אותם עולים אני מבקש סיוע. عندما رأيتهم يصعدون استنجدت بالطيران. هكذا قالوا لنا إن سلاح الطيران سيدعمنا فطلبت الدعم الجوي. אני מבקש סיוע אווירי. كانت مهمتي في اليوم الأول الاتصال بالآخرين وإمداد الطيارين بالخطط كي يقوموا بما عليهم. كانت قاعدتنا ضمن قاعدة جوية، وقد انطلقت صفارات الإنذار وهرعت أسر الطيارين بينما أقلعت المقاتلات، وعندئذ فهمنا ما يحدث. لكنني اكتشفت لأول مرة أن شيئا ما خطأ عندما وصلنا إلى قناة السويس. عند نقطة بعينها وصلت المقاتلات الإسرائيلية، لكن الوضع كان في غاية السوء. نشاهد ولا نستطيع أن نفعل شيئا. كل ما استطعت فعله هو أنني طلبت أن لا يرسلوا أي طائرة أخرى، لأن التي تذهب لا تعود. We heard the voices of the war, the voices and we saw around us سمعنا أصوات المعارك ورأينا حولنا عددا من جنود الصاعقة المصريين الذين تم إنزالهم في هذه المنطقة من سيناء. وأدركنا عندئذ أن عددا من الحصون الإسرائيلية على قناة السويس قد سقط أو حوصر، وهو أمر لم نعتد. fallen or surrounded, which was very unusual for us. זורמים תנועה לתוך סיני ואני מבקש מהארטילריה, תראו עליהם, לא משנה איפה שאתם פה. عبر المصريون إلى سيناء فطلبت من المدفعية أن تقصفهم. قلت لهم اضربوا في أي اتجاه فإنكم ستصيبونهم، لكنني أدركت فجأة أن المصريين اكتسحوهم وتقدموا عدة كيلومترات في عمق سيناء. فكان هناك العديد من المعارك الحقيقة، حرب الاستنزاف، الصحات، الصواريخ، المعركة للذكاء التي نجحت في العالم كله.
انا بقى دي في حد ذاتها احنا ما اعطيناهاش حقها، يعني بحد ذاتها بعتبرها كيف استطاع الانسان المصري بذكائه ان يخدع كل اجهزه المخابرات في العالم والقوى الكبرى والعظمى بامكانياتها دي ويحقق المفاجاه في اكتوبر. بالمناسبه معلش تسمح لي نص دقيقه، انتوا عارفين حضراتكم مثال الانسان المصري عملنا لكم كده اختبار ذكاء دلوقتي، مستوى الذكاء ده ممكن يتصنف في اي تصنيف بالنسبه لدول العالم. لقيت مره كده دراسه معموله عاملاها الامم المتحده، دي النقطه بحب اديها رساله لابنائنا الحقيقه. حبيت اعرف احنا حطينا في المجموعه المتقدمه، لان المجموعه اللي فوق 100 بقيت محطه زي المجموعه ده حوالي 17 18، واحنا الوحيدين اللي قدامنا في ملحوظه. لقيتهم بقى كاتبين في الملحوظه دي ايه؟ قال لك الذكاء المصري عالي جدا، وكان من الممكن ان نضعه في موقع متقدم، ولكن اضطررنا ان نضعه في نهايه المجموعه الف المتميزه دي نتيجه ان الذكاء فردي غير موجه لصالح المجموعه. ودي في النقطه دي بعتبرها رساله مهمه قوي، كيف نستطيع ان نوظف هذا الذكاء لخدمه المجتمع وتطوير المجتمع والانطلاق بمصر ان شاء الله الى مستقبل افضل. دكتور عصام السيد. في اعتقادي الشخصي ان الحرب بتاخد وقت علشان تستقر وعشان تظهر اسرارها وعلشان نقدر نتكلم عنها بشكل علمي وبشكل فني. اعتقد ان فاتت فتره كافيه. الحقيقه المساله محتاجه اكتر، وبرضه ما بتكلمش على فيلم بنفس صيغه الكتب اللي بتتكتب بيها كتب التاريخ المدرسي. بنتكلم على فيلم بجد، فيلم فيه دراما، فيلم فيه احساس، فيلم المساله العسكريه فيه جزء من كل، لان ده اللي حصل فعلا في 73. مصطفى بكر، انا عايز اقول لكم بس الدموع اللي اظرفها ضربت المايون اللي هو علي حفظي دي كثيرا ما بنشوفها عند خلق القوات المسلحه. ليه؟ الناس دي اكثر ناس شعرت بالالم من الهزيمه، واكثر ناس حست برزه الانتصار. الناس دي ضحت بكل ما تملك، والحقيقه انا الفتره اللي فاتت كنت بستمع الى شهود موقعة كبريت. في موقعة كبريت صمد الجنود والضباط المصريين على مدى 114 يوم وهم محاصرين من كل اتجاهات من القوات الاسرائيليه، وليس لديهم نقطه ماء. كانوا بيقطروا المياه، يجيبوا المياه المالحه ويحطوها في نار يقطروها عشان يشربوا، ولا لديهم اكل. ومع ذلك صمدوا رغم كل الاجراءات الاسرائيليه. اجراءات كانوا بيتضربوا من 7:30 لغايه 3:30 بالظهر بالطيارات على موقع مساحته حوالي كيلومتر مش اكثر. ومع ذلك صمدوا. ليه صمدوا؟ وليه قبلوا هذا البلاء الحسن؟ انا سمعت من ابراهيم السكري لاحد الجنود القوات الاسرائيليه زحفت عليهم بلواء دبابات، لواء الدبابات 93 دبابه. هو وحده بس وجه صاروخ الى منتصف هذا الحول عطل كل الدبابات، دمر 6 دبابات وحده، مواطن واحد جندي مؤهلات عدة. الشهيد ابراهيم عبد الوهاب قائد اللواء 130 الشريكه اللي هو كان محاصر ظل يقاتل حتى اليوم الاخير ويرفع روح معنويات الجنود، لدرجه ان يعني يوم ما استشهد كانت وصيته حاجه واحده بس: كفنوني بعلب مصر وادوا السبحه والمصحف لبنتي منى. الناس دي لما طلعت بعد 114 يوم من الحصار من 24 اكتوبر لغايه 13 فبراير وهم صامدين، كان في ثغره وكان في محاوله حصار الجيش الثالث، وهم كانوا على بعد كيلومترات معدوده من الثغره، ولم يصدق اللواء احمد بدوي ولا اي حد ان الناس دي عايشه وموجوده، ما صدقوش. وعشان كده لما الرئيس السادات كرم 9 من ال40 واحد، كان واحد منهم ابراهيم السكري ده، وكانت مرات الشهيد ابراهيم عبد الوهاب ايضا بتكرم في شخص زوجها. انا لما قريت قلت ده احنا بهذا الحجم، بهذه القوه، بهذا الصوت.